ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه وجايبه لكم قصه جديده، يا رب تعجبكم. بس قبل ما نبدا القصه يلا بينا كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتب الصلاه على النبي في التعليقات. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، واللي انتم تشتركوا في القناه عشان تشجعونا اللي احنا نستمر. في البدايه اعرفكم بنفسي، انا هالة، عندي 33 سنه وحامل، وجوزي مسافر. في يوم كنت نازلة عند حماتي وقلت ليها: ازيك يا حماتي، عاملة ايه؟ أنا رايحة المستشفى عشان خاطر أشوف موضوع الولادة، مع إني خايفة قوي من موضوع الولادة في مستشفى حكومة. يا أختي احمدي ربنا أصلا عشان خليتك تولدي في مستشفى، ما احنا كنا حوامل برضو وكنا بنولد في بيوتنا على إيد الداية. معرفش ايه يا أختي دلع الستات ده، بطلوا ده واسمعوا ده، كل وقت وليه أذان يا حماتي، وأكيد طبعا دلوقتي ما ينفعش الكلام ده. وبعدها مشيت ورحت عند ماما، وماما قالت: كويس انك جيتي، انا في مصيبة مش عارفة اعمل ايه. فلوسك اللي كنت محوشاها معايا اتسرقت كلها. وفي الوقت ده انا قعدت وقلت: قولي انك بتهزري، ازاي الكلام ده؟ ومين يا ماما اللي هيكون عمل كده؟ ده انا بشيل الفلوس معاكي عشان اولد بيها، وفي الاخر تتسرق. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اوعدك يا بنتي اني هبيع نصيبي في شقة ابوكي هنا وهديكي كل الفلوس بتاعتك. هعمل ايه يعني؟ انا رجعت من بره لقيت الباب مكسور، وحد دخل واخد الفلوس وكل الحاجة من الدولاب. ازاي يا ماما الكلام اللي انت بتقولي عليه ده؟ كده انا مش هوافق انك تعملي كده طبعا. يا خرابي، طب انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا مش عارفة اتصرف ازاي دلوقتي، الفلوس اللي كنت محوشاها كده راحت. طب انا هولد ازاي؟ والله يا بنتي غصب عني، بس سيبيني اعمل اللي انا بقولك عليه. هبيع الشقة هنا واديكي نصيبك، وحدي اخوكي نصيبه، وانا نصيبي خديه وولدي بيه. وبعدها قمت وقفت وقلت: سيبيها على الله يا ماما، مش معقولة يعني خليكي تبيعي شقتك عشان خاطر اولد. انا هروح واشوف موضوع المستشفى الحكومة زي ما كانت حماتي عاوزة. انا كنت طمعانة بالفلوس دي اروح اولد في مستشفى خاصة، بس خلاص بقى، قدر الله ما شاء فعل. طب استني لما اجي معاكي يا حبيبتي، كده يعني مش هسيبك تمشي لوحدك كده. خليكي انت يا ماما، ولو في اي حاجة هبقى اتصل بيكي عشان خاطر تجيلي على طول. وفي الوقت ده انا نزلت، وخرج اخويا مصطفى من الأوضة وقال لماما: خرابي عليك يا ماما. ده انا صدقتك، ده انت تنفعي ممثلة. تصدقي انت مفروض تاخدي الأوسكار. ده انا شكيت فعلا ان حد فتح الباب وسرق الفلوس. في الوقت ده الأم ردت بعصبية وقالت: أنا مش عايزة أسمع صوتك خالص يا واد أنت، كفاية خلتني أعمل اللي أنا عملته ده وسرقت فلوس أختك. منك لله يا أخي، ربنا ينتقم منك يا بعيد. كده بتدعي على ابنك ضناكي؟ بطلي اللي انت بتعمليه ده بقى. بنتك مش محتاجة فلوس، بنتك على قلبها قد كده. هو انت ناسية ان جوزها مسافر بره ولا ايه؟ طول عمرك فاكر كده؟ انت ما تعرفش الدنيا عاملة معاها ازاي؟ أنا عارفة بيها وبكل حاجة بتحصل لها. وبعدها بدأت تفتكر اللي حصل. فلاش باك، هالة قاعدة مع أمها وقالت: خدي يا ماما الفلوس دي، أنا حوشت معاكي كده 15,000 جنيه عشان يبقى معايا فلوس المستشفى، عشان خاطر أولد وأقدر أصرف على ابني بعد الولادة على طول. قال لحماتي دي مكوشة على الفلوس كلها، وأعوذ بالله منها عاوزة كمان تولدني في مستشفى حكومة. طب يا بنتي انت يعني مش عايزة تسيبي الفلوس دي في البيت عندك ليه؟ عشان خاطر حماتك برضو؟ أنا مش عارفة هي حاطة نقرها من نقرك ليه؟ ما تسيبك في حالك بقى. الله يسامحها بقى يا ماما، دي عاوزاني أولد في مستشفى حكومة، منها لله. بس أنا برضو هروح مستشفى خاصة، واديني بحوش الفلوس أهو. طب وانت ضامنة منين بقى يا حبيبتي إنها مش هتيجي معاكي المستشفى؟ مش ممكن تيجي معاكي وتعرف إنك ولدتي في مستشفى خاصة. أنا عارفة ومتأكدة إن في مشاكل ما بينك وما بين حماتي، وهي عمرها ما هتفكر تيجي معايا طول ما انت موجودة. ربنا يقومك بالسلامة يا بنتي. لما أقوم أشيل الفلوس مع باقي الفلوس جوه. وبعدها أنا قمت وقفت وقلت: وأنا همشي بقى عشان خاطر مش عايزة مشاكل مع حماتي، وبجد مش عارفة اليومين دول مركزة معايا كده ليه. وبعدها نزلت وماما دخلت، وكان أخويا مصطفى قاعد على السرير. وماما أول لما شافته قالت: بسم الله الرحمن الرحيم، في إيه يا واد انت؟
قالك قاعد بالطريقة دي كده ليه؟ أصل أنا كنت خارج برا وسمعت بموضوع الفلوس ده. هي شايلة معاكي فلوس ليه بقى إن شاء الله؟ أنت مالك أنت يا واد أنت؟ خليك في حالك، دي فلوس أختك، أنت مالكش دعوة بيها. أنت فاهم ولا لأ؟ عشان أنا فاهمة قصدك إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده بس يا أمي. الفلوس دي أنا هاخدها، يعني هاخدها، وأنت هتقولي لها إن هي اتسرقت منك. لا، ده أنت شكلك كده اتجننت. وأنت فاكر إني هسمع كلامك ولا إيه؟ فاكر إن أنا ممكن أجي على أختك عشان خاطر كلامك ده؟ مش كفاية الفلوس اللي كانت في دولاب أبوك؟ ده أخدتها كلها وأنا ما جبت السيرة عنها. ماشي يا أمي، اعملي اللي انت عاوزاه، بس قبل ما تفكري إنك تعملي كده عايزك تتفرجي على الفيديو ده عشان هيعجبك قوي قوي. وبعدها وراها فيديو كان مصورني أنا وهي وإحنا بنتكلم برا إني محوشة فلوس مع ماما عشان أولد في مستشفى من ورا حماتي. وطبعا كان الكلام متسجل فيه شتيمة على حماتي. ساعتها الأم قالت: هو أنت اتجننت ولا إيه؟ إزاي تعمل حاجة زي كده؟ حماتها لو شافت الفيديو ده ممكن تكلم ابنها ويطلقها. انت عايز تودي اختك في داهية ولا ايه؟ ما ينفعش الكلام ده. ايه اللي عايز تعمله ده يا واد انت؟ خلاص بقى، المفروض تجيب الفلوس دي عشان خاطر لو خايفة على بنتك يعني، وخايفة على بيتها اللي هيتخرب. وبعدها أخد الفلوس. ماما ضحكت عليا وقالت إن الفلوس اتسرقت. عودة من الفلاش باك. بعدها كنت مروحة البيت بس تعبت في الشارع. وبعدها رحت مستشفى حكومة. وبعد ما فقت لقيت واحدة على السرير اللي جنبي. هو في ايه؟ أنا فين؟ أنا مش فاكرة حاجة. رؤية، انت في المستشفى يا حبيبتي، ولدتي. انت شكلك كده أول مرة ولا ايه؟ من ساعة ما جابوكي على الأوضة هنا وانت في غيبوبة. ايه ده؟ هو أنا ولدت؟ ده أنا لسه في السابع. ازاي يعني؟ مش المفروض لسه في شهرين؟ انت شكلك كده جديدة في الحمل، مش كده برضو؟ هو انت ما تعرفيش ان عادي انك ممكن تولدي في السابع؟ لا، انا كنت عارفة ان حملي هيكمل للتاسع. طب ابني فين؟ انا كنت عارفة اني حامل في ولد. ابني وابنك خدوهم الحضانة وبإذن الله هيبقوا كويسين. انا اسمي رؤية، وانت اسمك ايه؟ انا اسمي هالة. وبعدها دخلت الممرضة وقالت للي اسمها رؤية: البقاء لله يا مدام، ابنك اتوفى. في الوقت ده رؤية فضلت تعيط جامد، هي منهارة، وأنا كنت عمالة أصبرها. بعدها ماما جت ليا: ألف مبروك يا حبيبتي، ألف حمد لله على سلامتك، بجد ما تعرفيش أنا فرحت ليكي إزاي عشان قمتي بالسلامة. الله يبارك فيك يا أمي، كويس إنك جيتي عشان حماتي مش هي اللي تيجي معايا. أنا مش ناقصة مشاكل وكلام كتير، دي ست نكدية، أعوذ بالله. طب يلا بينا عشان نروح يا حبيبتي على البيت. وبعدها أنا كنت عمالة أبص يمين وشمال، وماما قالت: وفي إيه يا حبيبتي؟ أنت بتدوري على حاجة ولا إيه؟ ها؟ لا مفيش حاجة. وبعدها بشوية كنت مروحة وكنت واقفة قدام مستنية تاكسي عشان نروح على البيت. لقيت رؤية واقفة على الطريق ودموعها على خدها. وقتها قربت منها وقلت: رايحة فين يا رؤية؟ هو أنت لوحدك ليه؟ ليه معكيش حد؟ هروح فين يعني؟ أهلي وطردوني وجوزي وسيبنا بعض وابني على يدك، تعيش انتي. أنا حتى ماليش حد عشان أدفنه في مقابر الصدقة. وفضلت تعيط. أنا بجد مش عارفة هو إيه اللي بيحصل لي ده، بس يا ربي. ما تعيطيش يا رؤية، انتي لسه والدة يا حبيبتي، وده غلط عليكي. أنا وانتي مش حامل الحاجات دي دلوقتي. تعالي معايا بيتي. وبعدها ماما قربت مني وقالت: ايه الكلام الغريب اللي بتقولي عليه ده؟ ازاي يعني هتيجي معاكي البيت؟ مش وقته كلامك ده يا ماما. ها؟ قلتي ايه يا رؤية؟ أنا كده كده محتاجة مربية لابني. بجد يا هالة؟ ده أنا ابنك ده هحطه في عينيا الاتنين وجميلك فوق راسي. وركبوا تاكسي سوا وروحوا بيت هالة. في الوقت ده حماتي كانت واقفة على الباب، وأول لما شافتني قالت: أهلا يا غندورة، شرفتي يا أختي. ومين دي اللي جرها وراكي؟ هي المشرحة ناقصة قتلة؟ جايبالنا كمان ناس تتضيف عندنا؟ مالك بس يا حبيبتي، في ايه؟ طب ما تشوفي حفيدك الأول، شوفي شكله حلو ازاي. الحما بصت لهالة وقالت: ما تردي يا بنت انتي، مين اللي معاكي دي وبتعمل ايه هنا؟ دي واحدة غلبانة يا حماتي، وعلى بابا الله هتشتغل معايا وتراعي لي ابني. الله الله يا ست هالة، الله الله والله عليتي،
وجايبة خدامين يخدموكي كمان. على العموم يا أختي اللي يشيل قربة مخرومة بتخر فوق نافوخه. اطلعي يا أختي عشان أنا مش ناقصة حرق الدم. لو سمحتي يا ماما طلعيني الشقة، أنا مش قادرة أقف، أنا تعبانة أوي. وهالة خدت رؤية والولد وطلعوا الشقة. وأول لما دخلوا الشقة قالت: اعتبري البيت بيتك يا رؤية. طب هاتي الواد عنك وخشي انتي ريحي شوية. طب أنا همشي يا حبيبتي وبإذن الله هجيلك بكرة عشان خاطر بس أخوكي ما بيعرفش يقعد في الشقة لوحده. تمام يا ماما. وبعدها ماما مشيت وأنا قلت لرؤية: ما انتي كمان لسه والدة وأكيد تعبانة ومحتاجة إنك تريحي شوية. صحيح أنا عاوزة مربية لابني بس يعني مش عاوزة أجي عليكي أبدا، والله أنا كويسة. ادخلي ريحي، مش عاوزاكي تكوني قلقانة على ابنك. وأنا اديتها الولد ودخلت نمت وأنا فرحانة إن في حد هيشيل عني شوية لأن بجد كنت تعبانة. وقتها رؤية خدت الولد في حضنها. وعدى كام يوم كانت ماما عندي وقالت: وانت مش ملاحظة إن البت دي على طول واخدة ابنك منك وقاعدة في الأوضة؟ أنا مش فاهمة انت ازاي ساكتة على كده. بجد يا ماما دي صعبانة عليا قوي، ابنها توفى بين ايديها أول لما ولدته. بجد أنا لو كنت مكانها كنت هبقى متضايقة قوي. بس أنا مش عاوزة ابنك برضو على طول كده يكون معاها، مش عايزة الولد ياخد حنانها. يا مهما كانت مش أمه انت اللي أمه. يا ماما بلاش الكلام ده. وبعدها لقيت رؤية بتقول: أنا داخلة نايم مازن جوه لأنه ممكن يقلق من الدوشة. بعد إذنك ادخلي يا حبيبتي. وبعدها دخلت. لا 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 لا، وربنا اللي بيحصل ده مش طبيعي. أنا مش عارفة انت ازاي ساكتة على كده. دي حتى كمان مش عاوزة تقعدوا معايا وأنا وانت بنتكلموا. طب ده أنا حتى جديته. معقولة الكلام ده؟ وفي إيه يا ماما؟ المفروض نشكر ربنا إنها جاية عندي هنا من غير ما تاخد ولا مليم، تعمل معايا كل حاجة. هي بس كانت عاوزة مكان تقعد فيه لأنها غلبانة ومرت بظروف صعبة. طب أنا قايمة أمشي لأني لو فضلت قاعدة معاكي أكتر من كده ممكن أتجلط ولا يجرالي حاجة. وبعدها مشيت وأنا دخلت أخد شاور. وفي الوقت ده أحمد جوزي رجع من السفر. وبعدها سمع صوت عياط في أوضة النوم ودخل على جوه. وفي الوقت ده رؤية أول لما شافته قامت وقفت. وأحمد قال: إيه ده؟ هو في إيه بالظبط؟ في الوقت ده أنا خرجت وقلت ليه: إيه ده أحمد؟ الحمد لله على سلامتك يا حبيبي، أنت جيت؟ هو في إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. تعالى بس ندخل أوضة النوم عندي وأنا هقولك على كل حاجة. قوليلي يا ست هانم، مين المصيبة اللي جايبها لي في بيتي دي؟ هي البلاوي بتتحدف عليا من أنهي مصيبة؟ يا سيدي دي واحدة غلبانة وملهاش حد، ولدت معايا وابنها تعيش انت، هتشتغل معايا بلقمتها وتراعي الولد تاخد بالها منه. تراعي واد ايه وتاخد بالها من ايه؟ وانت اتشليتي ولا ايه؟ بقولك ايه، انا مش ناقص قرف. ما تعيشي عيشة اهلك يا اختي. من امتى الناس اللي زينا بيجيبوا مربيات؟ ما ينفعش الكلام ده يا هالة. في ايه بس يا احمد؟ انت راجع كده من بره منكد عليا ليه؟ بدل ما تكون فرحان بابنك تقولي كلام حلو. عشان خاطري سيبها، هي ملهاش حد. أرجوك لو بتحبيني خليها. وعلى العموم يا سيدي ألف حمد لله على سلامتك. وبجد حلوة قوي المفاجأة دي. ساعتها أحمد كان متنرفز وخبط على الباب ونزل من غير كلام. ومع مرور الوقت بدأت ألاحظ إن رؤية كل شوية تاخد الولد وتدخل الأوضة. انت كل شوية تدخلي بابني جوه كده؟ هو في ايه بالظبط؟ أبدا يا هالة، بسكته عشان ما يزعجكيش، وبعدين بحس إن هو عاوز هدوء. يزعجني ده ايه؟ ده ابني. بقولك ايه، هاتي شوية. لا لا لا، أقصد يعني خليه، أصله لسه واخد الرضع وعاوز ينام. رضعت ايه اللي خدها؟ أنا ما رضعتوش. بقولك ايه، أنا هدخل أنيمه. وبعدها أخدته ومشيت. في البيت عند ماما كانت واقفة مع مصطفى اللي قال: انت لازم تتصرفي وتجيبي فلوس ولا هروح لبنتك وأقول لها إنك سرقتيها وإن محدش سرقك ولا حاجة. وكل ده كنت فيلم عاملاه عليها. سرقتي مين يا كلبنتة؟ وكله عشانك، علشان قلة أدبك يا مجرم. سامحيني يا بنتي، والله ظلمتها وصعبانة عليا عشان واحد زيك ما يسواش نكلة. ايه هتقعدي تولولي ولا ايه؟ اتصرفي لي في فلوس إلا قسما عظما لارميكي في الشارع وبيع الشقة واخبطي دماغك في الحيطة. حيطة لما تكسر نافوخك يا بعيد. أدور أشحت لك يعني ولا ايه؟ كل ده عشان الهباب اللي بتدفعه. روح يا شيخ منك لله، ربنا يخلصني منك يا عرة الصبيان. في الوقت ده
هجم عليها ومسكها جامد وزقها وساب البيت ومشى. بعدها ماما جات لي وأنا قلت لها: في إيه يا ماما؟ مالك؟ شكلك عامل كده ليه؟ طمنيني عليكي. أنا جاية يا بنتي عشان أقولك كل حاجة. أنا عارفة حتى لو زعلتي مني أو حتى قطعتيني هيكون أهون عليا من عذاب ربنا. وبعدها قالت على كل حاجة وقالت ليا: سامحيني يا بنتي، كان على عيني. لو ما كنتش اديته الفلوس كان هيبهدل الدنيا ويخرب عليكي. ده كان مسجل لي أنا وانتي، وكان هيدي التسجيل لحماتك، ولو حماتك سخنت عليكي جوزك كانت ممكن تخرب البيت. وأنا عارفة إن جوزك عصبي قوي. حقك عليا، سامحيني. كل ده يطلع من مصطفى؟ ما تخافيش يا أمي، أنا مسامحاكي وأنا اللي هقفله. يبقى يوريني بقى هيعمل إيه. أنا مش عايزة مشاكل معاه يا حبيبتي. أخوكي من كتر القرف اللي بقى بيشربه بقى مش دريان بنفسه. سيبك من الحوار ده يا ماما. وبعدها شافت رؤية وهي داخلة الأوضة. طب أنا قايمة أمشي يا بنتي، لازم أكون في شقتي وهغير الكالون أحسن أخوكي يعمل حاجة. وبعدها مشيت وأنا دخلت الأوضة ولقيتها حضن الولد قوي قوي، وكانت بتقول: ما حدش هيبعدك عني ولا ياخدك مني يا نور عيني، هتفضل في حضن أمك طول العمر. وفي الوقت ده سمعتها وقلت بصوت واطي: إيه الكلام ده؟ أمه إزاي يعني؟ بعدها هي التفتت ليا لأنها ما كانتش واخدة بالها مني لأني كنت واقفة وراها، وقالت: هو في حاجة ولا إيه يا هالة؟ مالك واقفة كده ليه؟ معلش، كنت عاوزة حاجات من تحت، ممكن تنزلي تجيبيها لي ضروري؟ طب لما الولد ينام أنا خلاص قربت أنيمه، أنا هفضل جنبه، وبعدين أنا أمه يا حبيبتي وأكيد هاخد بالي منه. انزلي انتي بس. وبعدها نزلت وأنا شلت الكاميرا اللي قدام الشقة وركبتها في أوضة النوم فوق الدولاب في حتة هي ما تاخدش بالها منها. وبعدها انصدمت تاني يوم لما شفت في الكاميرا رؤية هي بترضع ابني. وبعدها دخلت ليها الأوضة: مالك يا هالة؟ في إيه؟ أنا حاسة إن اليومين دول أنت مش طبيعية، ممكن تقوليلي إزاي بترضعي ابني؟ وفي الوقت ده هي ارتبكت وقالت: إيه الكلام الغريب اللي أنت بتقولي عليه ده؟ مين اللي قالك كده؟ تعالي أوريكي. وبعدها دخلت شافت كل حاجة، وبعدها فضلت تعيط وقالت: أنا عارفة إنك عمرك ما هتسامحيني، بس أنا. فلاش باك، رؤية كانت واقفة مع الممرضة وبتقول لها: أقل من 5000 جنيه مش هاخد يا حبيبتي. أنا لو حد عرف إني هعمل كده هيوديني في 60 داهية. بجد أنا مش عارفة أتصرف إزاي في الفلوس دي. أرجوكي، أنا معيش غير 3000 جنيه بس، وأنت إزاي عايزة تبدلي ابنك العايش بابنها المتوفي؟ أنا مش فاهمة أنت بتعملي كده إزاي. أنت مالكيش دعوة، أنت ليكي الفلوس اللي هتاخديها. وبقولك إيه، خدي السلسلة دي، والله دي دهب، هتجيب فلوس أكتر من كده. وريني كده. صحيح، شكلها غالي قوي، هاتي. وبعدها أخدتها منها وبدلت الأطفال. عودة من الفلاش باك: أنا مش فاهمة أنت إزاي تعملي حاجة زي كده، ده أنا هوديكي في 60 داهية أنت والممرضة. أبوس إيدك، والله العظيم أنا كنت عاوزة ابني يتربى في مكان كويس. أنا ما كنتش عارفة إن قلبك الكبير ده هيخليني أكون معاه هنا. أرجوكي بلاش تعملي كده، يعني ابني ما طلعش ابني؟ أنت بجد ما فيش في قلبك رحمة. طب افرضي كنت خدت ابنك منك ما كنتش جيتي هنا. معلش أنا ماشية، وعدك إنك مش هتشوفي وشي تاني، بس بلاش تعملي لي مشاكل. هو إيه اللي ماشية؟ الناس كلها عرفت إني خلفت، وفي يوم وليلة كده عايزة تاخدي الواد وتمشي من هنا؟ لا طبعا، الكلام ده مش هيحصل. انت هتفضلي هنا لحد ما اشوف انا هعمل ايه. وفي الوقت ده لقيت ماما بترن عليا: ايوه يا ماما، مال صوتك عامل كده ليه؟ ايه؟ في ايه في المستشفى؟ طب انا جايالك حالا. وبعدها رحت لماما المستشفى وكانت تعبانه قوي. اخوك يا بنتي مش عارفه هو بيتعامل معايا كده ازاي، ده مصمم اللي انا اكتب له الشقه بيع وشراء، عمال يبهدل فيا. انا لازم اخليه يدخل مصحه، مش هينفع يفضل كده. الهباب اللي بياخده اثر عليه وخلى دماغه ضايعه خالص. الواد ده بقى خطر علينا، ما ينفعش يفضل كده يا ماما، لازم يروح مصحه. طب هنعمل ايه يعني يا بنتي؟ انا قلت له كذا مره ان هو يبطل القرف اللي بياخده ده وهو رفض. الموضوع ما بقاش بمزاجه يا ماما، انا خليه يروح مستشفى بمزاجه او حتى غصب عنه. وبعدها مشيت ورحت البيت عنده. خير، ايه اللي جابك؟ طبعا امك جريت عليكي واشتكت لك وجايه تاخدي حقها، عامله فيها المنقذ، مش كده برضو؟ هو انت من امتى وانت بتتكلم بالطريقه دي؟ حرام عليك، هي امك مش بتصعب عليك ولا ايه؟ طيب ربنا.
أنا قلت لها تبيع الشقة عشان أخد نصيبي، أنا مش موافقة. أعمل لكم إيه بقى؟ وأنا اللي يمكن أسيبك بالمنظر ده؟ وبعدها دخلوا الدكاترة وأخدته على المستشفى. وفي شقتي دخل أحمد، وكانت رؤية قاعدة بالولد. مساء الخير، هي هلا مش موجودة هنا ولا إيه؟ جالها تليفون ونزلت بسرعة. تحب أحضر لك الأكل ولا أعمل لك أي حاجة؟ لا هاتي مازن شوية عشان خاطر أقعد بيه. وبعدها أخده وهي دخلت جوه، وأنا جيت من بره وقلت وأنت بتعمل إيه؟ سيب الولد ده. مالك في إيه؟ وأنت اتجننتي ولا إيه؟ إيه طريقة الكلام دي؟ أنا مش عاوزاك تشيل الولد ده خالص. أنت سامع ولا لأ؟ وأنت شكلك كده اتجننتي. معقولة مش عاوزاني أشيل ابني؟ طب إزاي؟ هو كده بقى وخلاص. هو أنت ناوي تسافر إمتى؟ أنا عايزة فلوس، والمفروض بقى إنك ترجع شغلك. هو في إيه؟ إيه اللي بيحصل بالظبط؟ أنت مالك؟ مش طبيعية كده ليه؟ شكلك وراكي حاجة. وبعدها فضلت أعيط، ما كنتش عارفة أقوله على حاجة. وبعدها بفترة رحت لمصطفى المستشفى وقلت ليه أنا لسه راجعة من عند الدكتور دلوقتي، وقال إنك تقدر تخرج بس مش هتقعد لوحدك، هتيجي تقعد عندي في البيت. بجد أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا هالة على كل اللي انت عملتيه معايا. واحدة غيرك كانت سابتني للضياع اللي كنت فيه. ايه الكلام الغريب اللي انت بتقول عليه ده؟ ازاي يعني؟ ده أخويا حبيبي، ما ينفعش أعمل معاك كده. وبعدها فعلا جه عندي البيت ولقيت حماتي في شقتي. قالت هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انت فاتحة الشقة تكية ولا ايه؟ وانت كل شوية داخلنا بمصيبة. وفي ايه يا حماتي؟ مالك؟ ايه طريقة كلامك دي؟ ده أخويا ولسه راجع من المستشفى، مش هينفع يكون لوحده، إنك عارفة إن ماما كمان تعبانة وفي المستشفى. ليكي حق تعملي أكتر من كده. مش لاقية جوزك ساكتلك؟ أنا مالي. وبعدها نزلت شقتها. أنا مش عاوزة أعملك أي مشاكل يا هالة، خليني أمشي أحسن. سيبك من الكلام ده دلوقتي وخش ريح جسمك شوية، وأنا هخلي رؤية تعمل لك أي حاجة تاكلها. تمام ماشي. وبعدها فعلا دخل، وأنا دخلت ليها المطبخ. هي قالت بجد يا هالة أنا مش عارفة أقولك إيه. أنا عارفة إن أنا غلطانة في اللي عملته واللي أنا ظلمتك، بس أنا ما كنتش عارفة أصلح الغلط، ولا أنا عارفة أصلحه. مش عارفة أقول لجوزي ولا أقول لحماتي، مش عارفة أعمل فيكي إيه ولا أعمل في نفسي إيه. وبعدين أنا حاسة إني اتعلقت بمازن، بس في نفس الوقت مش هينفع يكمل الوضع كده، ولازم الغلط ده يتصلح. مينفعش يبقى في عيل مكتوب باسم جوزي وهو مش ابنه. طب شوفي انتي عاوزاني أعمل إيه وأنا هعمله بالظبط. اعملي أي حاجة لأخويا ياكلها عشان هو تعبان دلوقتي. حاضر ماشي. وبعدها فعلا عملت الأكل ودخلت. مصطفى قال إيه ده رؤية؟ انتي هنا عند هلا أختي بتعملي إيه؟ أنا مش فاهم أي حاجة. وبعدها هي وقعت صينية الأكل وقالت أنا مش قادرة أصدق قد إيه الدنيا صغيرة قوي كده. يا معقولة اللي بره دي تبقى أختك؟ إزاي الكلام ده؟ سيبك من كل الكلام ده، ردي عليا. وانتي نزلتي العيل ولا عملتي إيه؟ أنا غلطان والله في اللي عملته معاكي، بس أرجوكي سامحيني. أنا ندمت، أنا في مصيبة كبيرة وبالطريقة دي مش هقدر أحلها. وبعدها بدأت تفتكر اللي حصل زمان. فلاش باك، رؤية واقفة وهي حامل ومصطفى واقف قدامها. هتصرف ازاي دلوقتي؟ أنا بطني خلاص كبرت وأنا سبت البيت لأني مش هينفع أقعد فيه. ومحدش قالك يا حبيبتي إنك تسمعي كلامي وتمشي ورايا. انت طلعتي بنت سهلة قوي وجيتي بكلمتين. أرجوك يا مصطفى اكتب عليا، بوس إيديك اكتب عليا لحد ما أولد، وبعد كده سيبني، وأنا والله مش عاوزة منك أي حاجة تاني. بقولك يا بنت انتي فوقك من جو الحوارات ده، أنا مش ناقصك، مش عايز وجع دماغ، ومش غوري بقى من قدامي، وأنا عارف أعيش بطولي عشان تجيبي لي عيل؟ ده القرف ده. وبعدها مشيت رؤية، ولما جاء وقت الولادة راحت المستشفى. ما كانتش عارفة إن هالة تبقى أخت مصطفى. عودة من الفلاش باك، أنا في مصيبة كبيرة. العيل اللي هنا ده يبقى ابننا، وأنا خليته يتكتب باسم أختك وجوزها. وأنت بتقولي إيه؟ إيه العك ده؟ أنا مش فاهم منك أي حاجة. إزاي الكلام ده حصل؟ أنا هقولك على كل حاجة. وبعدها قالت لي على كل حاجة. ده أنت شكلك كده اتجننتي. إزاي تعملي حاجة زي كده؟ أنت مجنونة؟ وأنت جاي تحاسبني دلوقتي؟ حاسب نفسك على اللي أنت عملته معايا. وبعدها قعدت تعيط. وبعدها دخل أحمد. مالك يا هالة واقفة عاملة كده ليه؟ هو في حاجة حصلت ولا إيه؟ مازن كويس؟ بصي يا أحمد، أنت لازم تعرف الحقيقة. أنا مش هقدر أكدب عليك أكتر من كده. أنا كل يوم بموت وأنا مخبية عنك الحقيقة.
مازن مش ابننا. ايه ده؟ هو انت اتجننتي ولا ايه؟ ايه الكلام الغريب اللي انت بتقولي عليه ده؟ ازاي يعني مازن مش ابننا؟ هقول لك على كل حاجة، بس والله العظيم انا ما كنت اعرف حاجة لا لسه قريب. وبعدها قالت لي على كل حاجة، وانا هوديها في 60 داهية على اللي هي عملته ده. ازاي تعمل فينا كده؟ انا مش هقدر اعمل فيها حاجة، ارجوك عشان خاطر مازن. تعرفش انا حبيته ازاي؟ مش هكون مبسوطة لو سجنت امه. والمصيبة الاكبر ان عرفت ان ابني توفى، بس هي ما كانش ليها ذنب في ده. وبعدها خرج مصطفى وقال انا اللي غلطان في الموضوع ده كله، انا اللي سبتها، وهي ما كانش قدامها حل الا كده. انا هقول ليكم على كل حاجة. ازاي الكلام ده؟ انا مش قادرة اصدق. معقولة ده ابنك انت؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش قادرة اصدق. طب دلوقتي انت هتحل الموضوع ده ازاي؟ انا كده مكتوب باسمي طفل مش ابني، وانا ذنبي ايه في كل اللي بيحصل ده؟ اكيد هنشوف حل، بس ارجوك يا احمد مش عايزك تعمل مشاكل، وخليني احل الموضوع ده. شفت اخرة المشي الغلط؟ شفت وصلك لايه؟ انت السبب في كل حاجة وحشة حصلت لينا، وانا والله ناوي اصلح اي حاجة غلط حصلت مني، بس عايزكم تسامحوني. وبعدها فعلا بلغنا ان الاطفال اتبدلوا في المستشفى، وطلعنا شهادة وفاة لابني. مصطفى اتجوز رؤية ونسب ابنه ليه، وعاشوا في شقة ماما معاها بعد ما خرجت من المستشفى. وانا احمد اخدني معاه في البلد اللي بيشتغل فيها، وبعد سنة حملت وخلفت بنت زي القمر، وعشت مع جوزي في سعادة. وبكده تكون خلصت الحكاية. نشوفكم في قصة جديدة، وياريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة.